كده اشكر في المحشي الاول قبل ما تشكر في البتنجان، لان الهوت تيك بنستخدمه في كل حاجه في حياتنا، في العزومات، افراح، في كل حاجه في حياتنا احنا بنستخدم الهوت تيك. مثلا حتى لما تقول افلام الابيض والاسود ممله وما تنفعش لزماننا دلوقتي، انت هنا بتضرب مع ناس كتيره جدا من الجيل القديم بتاع الجيل اكس والجيل اللي اسمه بومرز، الناس اللي مواليد التسعينات والثمانينات والسبعينات، انت بتضرب فيهم حرفيا، ودول فئه كبيره جدا موجوده على السوشيال ميديا وبتخسر الناس. لا، هنا انت هتخلي الناس تنتقدك جامد جدا. عشان نقول على اي راي ان هو هوت تيك، لازم الراي بتاعي يكون مدعوم بارقام او باحصائيات ورا الراي بتاعي، لازم حاجه اكون بتسند عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه، علشان اقول عليه هوت تيك اصلا لازم يكون في شويه حاجات كده يكون عكس الاتجاه ومخالف لراي الناس في نفس الوقت. ما ينفعش الهوت تيك بتاعي الناس لما تسمعه تحس ان هو حاجة عادية، لا، لازم حاجة تخبط الناس في الاول كده. زي مثلا لما تقول ان البيتزا اللي بالاناناس كل الناس بتحبها، فكده انت هنا هتقف كده، استنى استنى كده، ايه البيتزا اللي بالاناناس دي؟ حاجة غير متوقعة تخلي اللي قدامك يرفع حاجبه كده وتقول ايه ده، استنى كده ثواني، انت بتتكلم بجد؟ هديلك امثله واقعيه. مثلا لهوت تيك، الكشري في مصر من غير صلصه احلى بكتير من الكشري اللي بصلصه. ده هوت تيك كفيل انه يخليك تخسر صحابك في اي عزومه. ليه بقى الهوت تيك ده كفيل انه يخسرك صحابك؟ ان اللي انت قلته ده مش منطقي. الناس كلها متفقه ان الصلصه هي جزء من الكشري، فدي حاجه ما فيهاش نقاش، ودي حاجه هندخل فيها انا وانت في الحيط. مفيش نقاش ان الصلصه جزء لا يتجزأ من الكشري، سواء انت كنت بتحب الصلصه او ما بتحبش الصلصه. ده هوت تيك يخليك تخسر صحابك على طول. لا، مثلا لما تيجي على فيلم واخد اوسكار وتقول ان الفيلم ده وحش او ممل جدا، مش زي اللي انا كنت متوقعه، او ما يستاهلش الضجه دي كلها، انت مش بس بتخسر الناس، لا، هنا انت هتخلي الناس تنتقدك جامد جدا. ليه؟ لان الفيلم واخد اصلا اوسكار، فانت ما ينفعش تنتقد حاجه ناجحه. هنا الانتقاد بيكون بالشياكه، لما تيجي تنتقد تقول الشخص ده بيعمل 1 2 3 غلط، ولكن ده لا ينكر ان هو شخص ناجح وحقق اللي هو عايزه وجاب عربيات وعمل الكلام ده كله. فلازم تنتقد بالشياكه وتبقى واخد بالك من الانتقاد بتاعك كويس جدا. في الكوره مثلا لما تيجي تقول ان محمد صلاح لعيب منظومه متألق علشان هو بيلعب في ليفربول بس، فانت هنا بدأت تخلي ناس تهاجمك. طب لو راح فريق تاني او لعب في المنتخب مستواها يبقى عادي جدا. ده هوت تيك يعمل زلزال على الفيسبوك وعلى اي منصه، بالذات على السوشيال. هتتكلم على الفيسبوك في الكوره، حاجه زي كده ممكن تعمل زلزال. هوت تيك قوي جدا جدا جدا، لو انت مش واخد بالك من اللي انت بتقوله ممكن يقلب السوشيال ميديا بتاعتك في حته تانيه خالص، وزي ما قلنا ممكن يرفعها لسابع سما او ينزلها لسابع ارض. تاني مثلا في الكوره برضه تقول مثلا ان الدوري المصري اقوى فنيا من اي دوري تاني بيصرف فلوس كتيره جدا في الوطن العربي، فدي حاجه مثيره للجدل دلوقتي، وناس كتيره جدا شايفه ان ده لا ده حقيقي فعلا، وفي نفس الوقت ده هوت تيك، حاجه قويه دخلت بيها وبدات بيها الفيديو بتاعك. في الاكل مثلا لما تبقى معزوم عزومه حلوه وتقول ان المحشي الكرنب ده اوفر ريتد قوي، او ان البتنجان او الفلفل احلى من المحشي الكرنب بكتير، ده راي كفيل يخلي طنط صاحبه العزومه تزعل منك وتطلعك بره البيت. فانصحك لو انت معزوم عزومه زي كده اشكر في المحشي الاول قبل ما تشكر في البتنجان، لان الهوت تيك بنستخدمه في كل حاجه في حياتنا، في العزومات، افراح، في كل حاجه في حياتنا احنا بنستخدم الهوت تيك. حتى وانت قاعد في القهوه لما تيجي تتكلم عن الكوره لازم تاخد بالك كويس جدا انت تشكر في مين وبتمدح في مين. ده حاجه تخليني وانا قاعد مش فاهم اي حاجه في اي حاجه بعرف امتى اقول ايه وامتى ما اقولش ايه، مش عشان انا فاهم في الحاجه دي كويس جدا، ولكن عشان انا عارف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش ويتقال ازاي. تالت حاجة في الفن، مثلا لما تقول افلام الابيض والاسود مملة وما تنفعش لزماننا دلوقتي، انت هنا بتضرب مع ناس كتيرة جدا من الجيل القديم بتاع الجيل اكس والجيل اللي اسمه بومرز، الناس اللي مواليد التسعينات والثمانينات والسبعينات، انت بتضرب فيهم حرفيا، ودول فئة كبيرة جدا موجودة على السوشيال ميديا، وبالذات لو انت بتتكلم على الفيسبوك فانت هتلاقي ناس كتيرة جدا بتهاجمك. على الصعيد الاخر لو انت بتتكلم على التيك توك وقلت حاجة زي كده، ده هوت تيك ممكن يخلي جين زي يتوافق معاك ويكلمك ويقول لك صح هي ملهاش لازمه، او يقول لك صح دلوقتي ما بقيناش نحب الافلام الابيض والاسود زي زمان قوي. على عكس ان زمان كانت الاجيال جيل ورا جيل بيتفرج على افلام الابيض والاسود عادي جدا، الا ان جيل جين زي دلوقتي هو ليه طريقه معينه في الافلام، بيحب حاجه معينه ما يحبش يخرج عنها. لما تيجي تقول ان المهرجانات ده احلى نوع موسيقى موجود في مصر دلوقتي، فانت كده بتعمل جدل كبير جدا ما بين الطرفين، الجيل القديم كله والجيل الجديد، لان المهرجانات مش فن، وهي مجرد اصلا ضوضاء، وهي مجرد هيصه وزيطه على الفاضي خالص. ده اسمه رأي، ده مش رأيي،
بس ده اسمه راي. لما تيجي تقول الكلام ده وتصيغه بطريقه صح، انت هنا كده بدات تعمل هوت تيك او تعمل راي صادم يصدم الناس، بس في نفس الوقت بتاخد منهم اللي انت عايزه. محدش هيهاجمك قوي. انت بتقسم الناس لفرقتين. دلوقتي في ناس هتوافقك وتقول لك اه صح المهرجانات مش كويسه وهي مش فن ومش نوع موسيقى خالص ومحدش عنده ذوق اللي بيسمع مهرجانات، وفي ناس تانية هتتوافق معاك وتقول لك مهرجانات كويسه وبيقولوا كلام كويس والكلام ده كله. انا مش هقول رايي طبعا في الموضوع ده خالص، لان انا رايي معروف اصلا. يعني في نمط الحياه في اللايف ستايل بتاعك، لما تيجي تقول ان الساحل الطيب احسن من الساحل الشرير مثلا، على سبيل المثال ان الساحل الشرير تجربة متعبة وسفر وزهق وطويلة جدا وزحمة وبعيدة عن الخدمات كلها والاسعار هناك غالية ومبالغ فيها، كله اسمه هوتك. ده رأيي ورأيي صادم جدا. طلعت اتكلمت في حاجة فعلا حاصلة مع ناس كتير جدا، طلعت اتكلمت في حاجة وخبطتهم في الاول بس بشياكة. هوت تيك تاني، لما تيجي تقول الشغل في البيت أسوأ تجربة بسبب ثقافة المدير مثلا في مصر. ده بيلمس واقع عند ناس كتيرة جدا، ان ليه معظم الناس اللي بتشتغل من البيت بتحس ان الشغل بقى شغل 24 ساعة. يعني هو مش معنى ان انا شغال في البيت وبخلص الشغل اللي عليا والشيفت بتاعي خلص يبقى انا اشتغل واكمل تاني. ما هو مش معنى ان انا في البيت يبقى انا شغال، ما هو انا عندي حياتي الشخصية وعندي التزامات المفروض اخلصها.